الاهلي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 بشق الانفس بالعافيه. الاهلي بان. يعني ايه بان؟ طبعا عارفين ان مدرب الاهلي لسه جديد، فكل اللي سمعه شاف ماتشات بس ما شافش حاجه على ارض الواقع. ومعلش المباراه الافريقيه مش هي المقياس ان اقدر اشوف عليها اللعيبه. النهارده بدا اول نقطه ضعف واضحه وصريحه كل جماهير الاهلي عارفاها، بس مدرب الاهلي اتضايق قوي قوي منها، واول مره يشوفها على ارض الملعب. الدفاع كارثه. الاهلي معاه دفاع كارثي. الاهلي لو راح بالدفاع ده قصاد سان داونز والترجي والوداد هيزعل. وبيراميدز السنه دي برده قوي جدا، هيزعل جدا. الدفاع كارثه، في مشاكل كبيره قوي في الدفاع، كبيره جدا جدا جدا. اخطاء ما ينفعش تطلع من اللعيبه بتلعب في الاهلي. في لعيبه بس كمان ان هي لا، في لعيبه فقدت الشغف خالص وان هي محتاجه ايه، تخرج بقى. يعني خلاص الموضوع انتهى. قبل ما نبدا الحلقه مش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا لو تدوس لايك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك. اكتب تحت في الكومنت شايف الاهلي واللعيبه اللي هقولها دي هل هي فعلا تستحق ان هي تمشي من الاهلي ولا لا. اكتب تحت في الكومنت ويلا بينا. واهم حاجه قيم لي اللعيبه تحت في الكومنت، تقييمك اهم من تقييمي مليون مره. يلا بينا نبدا الحلقه على طول في السخان. الاهلي بدا المباراه تشكيله معتاده، ما غيرش كتير في التشكيله، ما غيرش اي حاجه، تقريبا التشكيله ثابته. بس النهارده لقينا ان الاهلي اول 60 دقيقه كويس جدا، بيلعب كويس وزيزو شغال. زيزو بقى بيلعب جناح وبن شرقي وتريزيجيه بيخش من العمق، والدنيا كانت صراحه شغاله كويس جدا، واللاعيبه فايقه. وزيزو عمل رفعيه وبن شرقي استلمها وحطها في الجول، والاهلي ضيع كذا هجمه وتريزيجيه جاب كره في العارضه، والماتش كان جميل الشوط الاول، والاهلي كان مسيطر لكل حاجه. الاتحاد السكندري كان بيروح على استحياء كده. واحب احيي الشناوي على الكره اللي صدها. الكره صعبه قوي يا جدعان، الكره الركنيه اللي صدها صعبه جدا جدا جدا. انا عارف الشناوي في ناس كتير قوي بتنتقده، بس الكره انا يعني انا ليا بالمباريات اللي بشوفها على ارض الملعب. انا عارف الشناوي في ناس كتير قوي من جمهور الاهلي بتنتقده، بس الماتش ده انا ليا بالماتشات باللي انا بشوفها على ارض الملعب. لا، صد كوره كان ممكن تغير مجريات المباراه تماما 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 بشكل جذري. فاحب احييه، الكوره شالها كانت صعبه جدا جدا جدا. بعد الكوره دي على طول الاهلي جاب له ضربه جزاء وجاب جون تاني. مش بقى خلاص بقى، لا، هجمه مرتده غريبه عجيبه، بيضرب كوره في وسط الاربعه المدافعين، اوبا عرضيه جول. ياسر ابراهيم كان وحش قوي، ياسين مرعي برده كان وحش، وكوكا وحش. الثلاثه كانوا وحشين قوي في الدفاع النهارده. كانوا بيعملوا اخطاء صعبه جدا، لاعب في الحضانه ما يغلطهاش. كوكا الماتش ده كان اللاعب اللي هو النيجيري ده اللي على الجبهه بتاعته كان مبهدله ياخد منه فاولات سبب ان هو اتطرد. كان مبهدله بمعنى الحرف. واحد يقول الاهلي كان ممكن يخسر مباراه. الاهلي كان ممكن يتعادل. الاهلي كان ممكن يتعادل جدا طبيعي. يعني الاهلي كان ممكن يتعادل في اخر ربع ساعه. الاتحاد السكندري سيطر على المباراه، الاهلي كان ممكن يتعادل. ومعلش يعني معلش عمر كمان، انت ايه؟ يعني انت ايه؟ اشرح لي. انت كل مره بتنزل الملعب ما بتعملش حاجه مفيده ليه؟ يعني انت ولا نافع باك يمين ولا نافع جناح ولا نافع يجي لك كونفدراليه صوت الجون تروح جاي عاملها بره. غريب. عمر كمال ده لعيب غريب، لعيب كان مع مودرن كان مكسر الدنيا. لا لعيب غريب وحش قوي قوي. وانا شايف ان هو وقت ان هو يطلع ويجيبوا باك يمين تاني مع محمد هاني احب احييه على الماتش ده. انا شايف ان هو كان هو وزيزو عاملين جبهه قويه جدا، وكان تريزيجيه وشارع عاملين جبهه قويه. جراديشار محتاج ان هو مش عارف، محسس ان هو مش مهاجم بمعنى كلمه مهاجم. يعني دايما هو رقم 10 اللي هو تحت المهاجم، مش يعني هو لو جابوا مهاجم تاني هيعمل احسن اداء اعتقد عما هو يبقى هو المهاجم الرئيسي. فالاهلي لازم طبعا يجيب مهاجم في الشتاء الجاي ده طبعا. انا شايف ان الماتش كان كويس بالنسبه لاول ماتش للمدرب. لسه بصماته ما ظهرتش، بس في حاجه واحده ظاهره بشكل ماشي، ان هو دايما حتى كان على الخط عمال يقول العب الهجمه مباشره. يعني هو مش عايز بقى مباصات كتير، هو عايز يلعب سريع، العب على طول لقدام. وكان الكوره كذا كوره يجي الهاني يروح جاي رافعها قدام لزيزو، فزيزو ينفرد في الجبهه. كانت اتعملت كذا مره وجه منها الجون. فده يعرفك ان هو بدا يعمل شويه حاجات بدات تبان على ارض الملعب. بدات تبان طبعا، مش هتبان من تاني مباراه، بس في حاجات بدات تظهر، بدات تبان انا رايح فين وجاي منين، بفكر ازاي وبعمل ايه. فدي حاجه مهمه جدا لازم نحطها في حسبان.
احب اقول ان كانت اسوأ لعيبه النهارده كانت كوكا وحش قوي قوي، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، عمر كمال وحش قوي قوي قوي، يعني ده انا لاعب فظيع. فدول خط الدفاع النهارده كان وحش قوي، وخط الهجوم كان حلو قوي بصراحه، ما عدا جراديشار اللي هو ما كانش فايق، ما كانش في الفورمه بتاعته. بس انا متفائل بالمدرب عشان اكون صريح، واكتب حد في الكومنت شايف ان المدرب انت متفائل المدرب هيعمل يعني بدات تشوف افكار على ارض الملعب، ولا شايف الموضوع بدري؟ طبعا شايف هنحكم عليه قبل 10 12 ماتش من دلوقتي. يعني ربنا يستر في ماتش الاتحاد، اتمنى ان الاهلي يعيد حساباته في خط الدفاع، لان محتاجين يعني خط الدفاع ده محتاج يتجدد تاني. هتقول لي ليه؟ هقول لك يعني مش عارف. ياسر بن بيظهر في الماتشات الكبيره بس، ياسين منعي لسه صغير محتاج وقت. كوكا لازم نجيب باك شمال يا جدعان. شكري ما ينفعش اكمل بس امشيه واجيب شكري، هم يعني ما عملتش حاجه. يعني لازم اجيب بقى باك شمال بقى محترم، باك شمال يعني كما يقول الكتاب كده. لا بقى الاهلي محتاج حاجه كتير ومحتاج يصلحها في خط الدفاع، لان خط الدفاع ده لو كمل بيه لغايه اخر الموسم، انا اقول لك افريقيا هتبدا تروح لو خط الدفاع بالطريقه دي. خط الهجوم هيجيب لك اجوان، بس خط الدفاع هيوديك في داهيه. اكتب تحت في الكومنت شايف ان الاهلي محتاج فعلا يجدد خط الدفاع ولا لا؟ طبعا رايك يهمني، اكتب تحت في الكومنت. عشان انت شايف قناه فعل زر الجرس. سلام.